لو قلتلك إن تحت مياه الإسكندرية في أحياء كاملة من التاريخ مش مبالغة. في اكتشاف جديد مثير، علماء آثار بحرية أعلنوا العثور على حطام سفينة مصرية قديمة عمرها قرابة 2000 عام، مدفونة تحت المياه قبالة سواحل الإسكندرية، وتحديداً في محيط جزيرة أنتيرادس الغارقة. الجزيرة دي كانت يوماً ما جزء مهم من مشهد المدينة القديم، قبل ما تضرب المنطقة سلسلة من الزلازل وأمواج المد، وتبدأ أجزاء منها تغرق وتختفي تدريجياً تحت سطح البحر. ومع كل موسم غوص واستكشاف بتظهر حكايات جديدة، لكن السفينة دي تحديداً مختلفة. الغواصون عثروا على هيكل سفينة يزيد طوله عن 35 متر وعرضه حوالي 7 أمتار. الأرقام دي لوحدها بتقول إننا مش قدام مركب صغير عادي، دي سفينة كبيرة، ويبدو إنها كانت مصممة للرحلات والترفيه أكثر من كونها سفينة شحن تقليدية. العلماء وصفوها كسفينة ترفيهية، وده معناه إن استخدامها غالباً كان مرتبطاً بالتنقل داخل الميناء أو بين النقاط القريبة، وربما لخدمة شخصيات مهمة أو طقوس ومناسبات في زمن مصر الرومانية. ومن أكثر التفاصيل اللي شدت الانتباه وجود كتابات يونانية على بقايا السفينة. التحليل المبدئي بيرجح إنها قد تعود للنصف الأول من القرن الأول الميلادي. وجود الكتابات دي مش مجرد تفصيلة لطيفة، لكنه خيط تاريخي مهم، لأنه بيدعم فرضية إن السفينة بنيت في الإسكندرية نفسها. يعني مش بس سفينة غرقت قرب المدينة، دي سفينة خرجت من ورش المدينة وموانئها وحرفييها، وكانت جزءاً حياً من اقتصادها وحياتها اليومية. والتفاصيل ما بتقفش هنا، الوصف بيشير إن السفينة كانت تضم مقصورة مزينة بشكل فاخر. تخيل شكل المقصورة وقتها: أخشاب مصقولة، زخارف، وربما أقمشة أو ترتيبات داخلية تعكس ذوق طبقة ثرية. والأكثر إثارة إن السفينة كانت تشغل بالمجاذيف فقط. عدم وجود شراع هنا ممكن يكون ليه معنى عملي. المجاذيف بتدي تحكم أعلى داخل الموانئ والممرات الضيقة وحول المنشآت البحرية، وده مناسب جداً لبيئة زي الميناء القديم وما حوله. عشان نفهم قيمة الاكتشاف لازم نفتكر مكان الإسكندرية نفسها في التاريخ. المدينة تأسست على يد الإسكندر الأكبر عام 2331 قبل الميلاد، وبسرعة تحولت لمركز حضاري وتجاري ضخم. ومع الزمن تراكمت طبقات من الحضارات والديانات والثروات في مكان واحد، ثم جاءت الطبيعة وبدأت تعيد ترتيب الخريطة. جزيرة أنتيرودس اللي اكتشفت من جديد في التسعينات بعد ما كانت غارقة أصبحت واحدة من أهم مفاتيح فهم الجزء الغارق من الإسكندرية. وعلى مر السنين الغواصون عثروا في المنطقة دي على تماثيل وعملات معدنية وكنوز أثرية متنوعة، وبعض القطع معروض اليوم في متاحف المدينة. وده بيأكد إن احنا مش قدام موقع واحد منعزل، لكن قدام مشهد كامل من الحياة القديمة تحت المية: معابد، ممرات، بقايا مباني، وقطع بتوثق تفاصيل يومية وسياسية ودينية. الاكتشاف الجديد لحطام السفينة بيفتح باب أبحاث قادمة واعدة: دراسة الأخشاب وطريقة البناء ومسارات الحركة داخل الميناء وطبيعة الزخارف والكتابات اليونانية. كل ده ممكن يحكي لنا عن حياة مصر الرومانية القديمة. كيف كانت تتحرك الناس؟ مين كان يملك سفن الترفيه؟ إزاي كانت المعتقدات والطقوس مرتبطة بالماء والمدينة؟ وإيه اللي كانت بتعنيه الإسكندرية اليوم كعاصمة بحرية وثقافية؟ لكن وسط كل ده في مفارقة مؤلمة: الإسكندرية اليوم وهي موطن كنوز تاريخية لا تقدر بثمن، تعد من أكثر المدن عرضة لتداعيات تغير المناخ وارتفاع منسوب المياه. المدينة بتشهد تسلل المياه وارتفاعها بمعدلات مستمرة، ومع السيناريوهات المتفائلة نفسها في توقعات إن أجزاء كبيرة من الإسكندرية قد تصبح مغمورة بالمياه أو غير صالحة للسكن بحلول 2050. يعني باختصار، الماضي بيظهر لنا من تحت البحر، وفي نفس الوقت البحر بيقرب من حاضر المدينة. وحطام السفينة ده مش مجرد خبر أثري ممتع، هو رسالة مزدوجة: قد إيه التاريخ اللي تحتنا غني ومذهل، وقد إيه حماية المدن الساحلية وتراثها لم تعد رفاهية، لأن كل سنتيمتر مياه بيزيد ممكن يكتب فصل جديد، إما في كتاب الاكتشافات أو في قائمة الخسائر.